أهلاً يا جميلة، هل تحسين أحياناً أنك تريدين مظهراً نظيفاً ومرتباً من دون مكياج كثير ولا تعقيد؟ الأمر ليس صعباً، بضع عادات بسيطة لو استمريت عليها سترين الفرق في بشرتك وشعرك وحتى نفسيتك. لهذا جمعت لك 20 عادة جمالية سهلة يمكنك أن تبدأي بها من اليوم. قبل أن نبدأ عزيزتي من فضلك ضعي لايك للفيديو لكي تشجعينا، واشتركي في القناة لأن أغلب المشاهدين غير مشتركين وهذا للأسف يؤثر سلبياً على القناة. الصباح والعناية الأساسية. حين تستيقظين من النوم خذي كوباً من الماء الدافئ، يساعد جسدك على الاستيقاظ ويخفف جفاف الجسم الذي يظهر على البشرة. وقبل أن تفتحي الهاتف خذي دقيقة لترتيب أفكارك، مجرد هدوء بسيط قبل الزحام. ثم اغسلي وجهك بغسول خفيف ومرري تونر يعيد الترطيب لبشرتك. وإذا أردت شيئا لطيفا وسريع الامتصاص جربي Innisfree Ultra Low Molecular Toner، فهذا النوع خفيف ولا يترك أي لزوجة. وإذا كنت تحبين رائحة تهدئ الجو فقطرة من Now Lavender Essential Oil تعطي إحساساً بالنظافة والراحة. البشرة والوجه. استخدمي واقي الشمس كل يوم حتى لو كنت في البيت، فهو الذي يحافظ على بشرتك ويقلل ظهور البقع. ومرة في الأسبوع اصنعي ماسكاً بسيطاً من العسل، الزبادي ونقطة ليمون. العسل يرطب ويهدئ، الزبادي ينعم ويفتح، الليمون يعطي إشراقة خفيفة. نتيجته جميلة ولا تحتاج وقتاً. ولا تنسي الرقبة، فأي كريم تضعينه للوجه مرريه معها. الشفاه والخدود والعيون. قبل النوم ضعي طبقة خفيفة من مرطب الشفاه، في الصباح ستلاحظين أنها أصبحت أنعم وأكثر جمالاً. وإذا أردت شيئاً غنياً ويعطي لوناً بسيطاً استخدمي The Cream Shop Miffy Tinted Lip Oil. وللنهار لمسة خفيفة من الكنز الكوري Etude House Dear Darling Tint على الشفاه والخدود تعطي مظهراً صحياً من دون مكياج ثقيل. وللانتفاخ حول العينين كمادة ماء ورد أو شاي بارد تكفي لراحة المنطقة. الشعر والعطور الخفيفة. قبل أن تنامي ضعي قليلاً من الزيت على أطراف شعرك، يساعدها على اللمعان ويخفف التقصف. وإذا شعرت أن فروة رأسك ضعيفة أو يوجد تساقط استخدمي ميل أورجانيكس روزماري مينت سكالب هير ستريتنين أويل، فكمية بسيطة مع تدليك خفيف تكفي. وتدليك الفروة مرتين في الأسبوع يساعد الدورة الدموية وينشط الشعر. اليدين والقدمين والجسم. بعد كل غسلة يدين رطبيهما بشيء خفيف، فاليدان يظهر عليهما الاهتمام بسرعة ولا تحتاجان وقتا. وللقدمين مرة في الأسبوع فقط افركيهما بملح خشن وزيت الزيتون، يخفف الخشونة ويجعل الملمس أنعم. وبعد الاستحمام رطبي جسمك وهو ما يزال مبلولا، يبقى الترطيب مدة أطول ويعطي ملمسا ناعما. وإذا أردت خيارا لطيفا وذو رائحة جميلة جربي بالمرز كوكو باتر لوشن. وقبل النوم رائحة بخور خفيفة أو لافندر تساعدك على الهدوء والنوم أسرع. الجمال لا يحتاج خطوات كثيرة لكن يحتاج استمرارية. ابدأي عادة واحدة اليوم ومع الوقت سترين الفرق. قولي لي في التعليقات ما العادة التي ترينها مناسبة لك وماذا تنوين أن تضيفي إلى روتينك.